مرة ثانية احنا وياكم مشاهدينا ومعنا الدكتورة الفنانة أحلام حسن وقاعدين في الكوفي شوب الحلو. طبعا قاعدة اروح المباركية قلت لها لا خلنا اليوم اللوكيشن هذا أحسن. إيه افضل لأن بصراحة المباركية واحنا لابسين كذي ما ينفع، لو كنا شو اسمه لابسين سبورت أكثر. سبورت أكثر صح. زحمة وعالم. اي وعالم. حالات سوق السمك شوي كذي عرض. اي السفرة شي تبخرك شوية. مطعم باكر. يا ليت. يا سلام. بس خلي شوي الجو يبرد. في مثل أو شيء سمعناه جملة هي الحي يحييك. ايش قصتها؟ هذه قصتها يعني كنا نصور مع الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا، نوجه لك الف تحيه ابو عدنان، عسى الله يخليك ويعطيك الصحه والعافيه. اللهم امين. كنا نصور مشاهدنا اول يوم انا وياه، فقال الاستاذ محمد شلون احلام يعني؟ شو اقول؟ الحي يحييك، هني الشغل. يعني كان مستانس حيل جدا. وبعدين انا نوعي احب فن الارتجال، وهو عنده فن الارتجال وايد قوي بصراحه، هو مدرسه بالارتجال. نعم. يعني الواحد يستفيد منه، فهو يوم كان يرتجل مثلا معي ارتجل معاه، افتح معاه تفرشي له كذي المجال. يعني واعطيه الحس اللي هو يبيه يعني. فيعني كان دويتو بينه او بيني وبينه 70% مشاهدنا مع بعض. كنت استمتع لما يقولون اليوم مع ابو عدنان بتصورين، استمتع. اكيد بيصير ضحك، اكيد بيصير افيه مني، اكيد بيصير شيء مني يعني. شنو مواقف تذكرينها؟ يعني مشهد البحر هذا قتال ذبحنا حزت. قتلنا مشهد البحر يعني. انا قاعده ابكي ودموع واهلي صار لهم 10 سنين. قال لي متى يا ابني واقفه وتنطرين اهلك؟ زين صار لهم كم سنه غايبين؟ اقول له 10 سنين. يقول زين نطري بعد كثرهم. هذا الافيه عالق حتى بين الجمهور، حتى في الخليج يعني. رحنا قطر في المسرحيه، يعني هذا الافيه الوحيد اللي للحين في بالهم، الافيه العجيب هذا. زين الكوميديا اللي كانت موجوده في المسلسل يسمونها كوميديا سوداء. نعم. اللي هي شر البليه ما يضحك. ليش مختفيه من الاعمال هالايام؟ ليش الواحد لما يشوف العمل هذا، نقول يعني الجيل الجديد البعض منهم لما يشوف العمل هذا ما يستوعب هذا النوع من الكوميديا، يقول شو السالفه الحين الموقف محزن ويقط القطه هذه؟ اي لان عيالنا، لان يعني خلينا نقول حجر. ادي بتقولي بقلبك، طلع بقلبك. يعني انا اقول دائما الشيء المباشر اسهل من ان تخلي الجمهور يفكر معك. اصبح الان الجمهور يبي الشيء السهل، يبي الشيء المباشر، ما يبي يفكر معك ايش قاعد يصير وليش ضحك الضحكه. حتى السوالف ما تدور يعني في الجلسه وهم قاعدين يتابعون العمل. زين كان سووا كذي وفكنا مثلا. صح. فيبون الشيء السهل، يعني اصبح الشيء السهل هو اللي يعني مطلوب. يعني قبل مثلا الكادر نفسه او المشهد بحركه الكاميرا بدون صوت لها معنى او دلاله، الحين قاموا يوخرون حتى على الاشياء هذه. لونج وقطع وميديوم عكس. يعني انا دحام واستاذ احمد المقلم نوجه لهم تحيه، اكثر الناس يحركون كاميرا يعني. انا والاستاذ عبد العزيز الله يرحمه، عبد العزيز المنصور اللي تعلمت منه وايد، اللي هو مدرسه بالنسبه لي. حق النقطه هذه لما نتكلم يعني لاحظت حتى بلقاءات الصحفيه في اكثر من لقاء لك تعلمتي منه وايد، من الراحل عبد العزيز المنصور، لم يعرف يعني شنو يعني مكانته في قلبك او شنو مكانته او شنو اللي سواه حقك انت كاحلام حسن فنانه او المخرجه. المرحوم كان الله يرحمه يعني مش بس معلم، يعني كان اب يعني. ما كان يرضى علي وكان يعني محتضني بشكل مو طبيعي، لأنه حس إن أحلام عندها شيء بتقوله. هو اللي علمني شلون أكون مساعد مخرج في التلفزيون، هو اللي علمني شلون أفرغ النص، هو اللي علمني شلون أعمل أوردرات أول الأيام. يعني أنا حكي قبل 12 سنة خلينا نقول. أوردرات يعني هذه مو شغل إنتاج؟ يعني لا، يعني المخرج المنفذ لازم يسويها. فأيامها كنت أنا المساعدة مالته. يعني كنت اساله الكاميرا شلون تتركب ابو سعود؟ كان الاستاذ انور، ابو انور رمضان علي، أيوة. نوجه لك تحيه استاذي. نعم. كان هو المصور اياميه، يعني كانوا هم هم دويتو يعني. فهو قال علم احلام شلون الكاميرا تتركب، الترايبوت والكاميرا والميزان. علمني وخلاني افك الكاميرا وارد اركبها مره ثانيه. يعني كان له دور كبير في حياتي. يعني وقفاته معي في مسلسل دارت الايام، خوفه علي لما اكون في المطبخ والشوله مبطله، يعني ايش اقول لك، امور كثيره يعني. ابو الله يرحمه ان شاء الله. يعني انا فقدته وعمل لي فراغ كبير يوم راح، يعني خصوصا انه يعني مدرسته كمان خلينا نقول الاستاذ محمد دحام،
يعني اول ما نشتغل بعد معاه مخرج منفذ يعني مع الراحل يعني انا يعني بدايه الايام كان دحام مخرج منفذ، وتقريبا سلك نهجه وسلك تحريك الكاميرا والامور هذه كلها. انا فقدت اب ومعلم، صار في فراغ جدا جدا وفي جداً. فراغ ثاني صار من فتره قريبه برحيل الفنان الكبير الله يرحمه علي المفيدي. علي المفيدي يعني خليني اقول بدايتي كانت معاه في التلفزيون، يعني هو من علمني شلون اوقف. يعني كانت معي الراحله عائشه ابراهيم الله يرحمها، فهو الوحيد اللي كان محتضنني. حتى مرات اقول له جمله ثقيله علي يشطبها ويحط لي جمله سهله تكون علي، لان كنت بداياتي ماني عارفه يعني اسوي شيء. كان يوجهني، يعني معلم كبير بالاذاعه، كان يجيب احلام. يعني اول ما يابني انا شفتك بعيني هناك ترى معاه بالاذاعه، يعني تعالي تعلمي غلطي قدامي. يعني كان وايد حريص اني انا اطلع يعني فنانه متميزه لها خطأ متميز. لقائنا الاخير مع بعض كان في ابن النجار، يعني لسوء يمكن الوقت ايا كان العمل ما كان له حظ الانتشار، عمل اطفال نفس الاعمال السابقه اللي تعودنا عليه يمكننا اطفال. يعني هني عاد بدا يمرض، عاد هني اقتربنا من بعض اكثر، هني زادت العلاقه بيني وبينه، وانا فعلا تاثرت برحيله ولا زلت مو مصدقه انه رحل عني الله يرحمه، لأنه كان مرجعي بصراحة يعني. فقدت أب ومعلم مثل ما الأستاذ عبد العزيز فقدته، يعني أب ومعلم كلهم أثروا في حياتي. رحمة الله عليهم اثنينهم إن شاء الله ويتغمدهم بواسع رحمته. نبي ننتقل حق جانب ثاني، الجانب هذا مرتبط بالراحل علي المفيدي. طبعا علي المفيدي كان مبدع في المسرح الكوميدي، شفناه بعدة أعمال وكنا نضحك من قلب فعلا. انت وين على المسرح الكوميدي؟ يعني تعلمتي مدرسته ولكن ما شفنا احلام حسن في مجال الكوميديا نهائيا. اي لاني ما عندي الجرأه، بعدني ما تجرأت اني انا اعمل كوميديا. يعني يمكن في المسرح النوعي في بخريطه مع الاستاذ الدكتور حسين مسلم في فرقه الجيل الواعي، اعطاني شويه خط كوميدي بعض الفصلات يعني او بعض المواقف. اني بديت اجرب نفسي، لا لقيت رده فعل، لا الجمهور ضحكوا. كان في نصيب اكبر في عنتر يا حاميه، دور عبله. يعني في البدايه كانت بنيه شعبيه داش. منو كان عنتر؟ عنتر علي كاكولي. علي كاكولي الابيضاني هذا ابو غماز بسم الله عليه، نوجه له تحيه. فيعني كان الخط الكوميدي اكثر يعني مع علي كاكولي، وعلي ما شاء الله فنان يعني في عنده الحس الكوميدي. خايفين من الكوميديا؟ ما اخاف، ما اتجرأ، يعني احس اني بسوي غلط. معناته في خوف؟ في خوف اي في بسيط ولا كبير؟ لا نص ونص. عقب تجربتين يعني بدا يتلاشى شوي يعني يبيك بعد عملين وخلاص وخلص. مجال الكوميديا. احنا شفنا اليوم يعني من خلال الحلقه ما شاء الله عليك مريحه وغشمرشيه. انا احب اضحك يعني ما خليتي احد. انا طفرتي المخرج المسكين. مسكين المخرج عانى مني وايد والله. المخرج يعطيه العافيه مخرجنا ياسر حيدري. يعطيك العافيه. وطفرتي بعد المعد مسكين المعيد بعد يعني ويتناقش هو وايد وانا لا عرفت. يعني الله يعينهم علي. اصلا الحين زعلوا ليش انه يابوني. لا بالعكس والله ضيفه عزيزه وغاليه علينا. يا بدر. خلينا نسولف شويه عن تقييمك للمسرح الكوميدي حاليا. يعني انت دكتوره فنانه، اعتقد يحق لك تقييم الان يعني خلينا نقول عندنا اتجاهين، عندنا طارق العلي نعم. وعندنا عبد العزيز المسلم، يمكن اكثر اثنين يشتغلون مسرح طوال العام. والاستاذ اي يعني الاستاذ داوود لانه قطع فتره تو راجع. لا انا اتكلم عن الناس اللي باستمرار يشتغلون وطول السنه شغالين يعني. هالاثنين طبعا خط الرعب وخط الاجتماعي عن طارق يعني معتمد يعني على المواقف الكوميديه اللي هي المدروسه يعني. يعني مرات صدق تكون في افيهات، بس افيهات والله متفقه تكون يعني مو انه يعني نقصانا في الشخص اللي امامي. مو مرتجله؟ لا 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 يعني مش نقصانا، يعني لما تجي مرتجله وتضرب مثلا يكررونه، بس انه ما في احد يزعل من الثاني، فتكون شغله متفقه، فهذا كيفهم يعني
انا يتهيألي انهم خطين ماشيين وكوميديا راقيه انا بالنسبه لي يعني. يعني راح نشوف وياهم قريبا؟ لا ما اعتقد.